الحدث التاريخي ينتظره جماهير النادي الاهلي يوم السبت القادم الساعه 7 امام فريق باتشوكا المكسيكي. باتشوكا المكسيكي هنقابله في كاس التحدي في بطوله كاس الانتر كونتيننتال. الحدث التاريخي بقى مش في ماتش باتشوكا، الحدث التاريخي في اللي احنا لو كسبنا ماتش باتشوكا هنقابل ريال مدريد في نهائي كاس الانتر كونتيننتال ان شاء الله، اللي هو اصلا حلم الاهلاويه من 2006 اللي احنا نوصل نهائي كاس عالم انديه. دلوقتي بقى كاس عالم للقارات. بس انت من وجهه نظرك يا محمود ايه رايك في فريق باتشوكا؟ لا، فريق محترم ومنظم جدا، يعني عمل ماتش بوتافوجو كان هايل جدا. كان مسيطر على الماتش دفاعيا وكان منظم، وعنده لعيبته الثلاثه اللي قدام بالذات عندهم ارتدادات كويسه جدا في الجناحين والمهاجم. اسامه ادريسي لاعب كويس جدا، لاعب مغربي. وروندون ده المهاجم رقم 9 فنزويلي صح؟ فنزويلي روندون، سالمون روندون. والديوسا ده رقم 6. نخلي بالنا من الثلاثه اللي قدام دول. عندنا ثغره جامده جدا في الدفاع بتاعنا مش احسن بس حاجه. ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ياسر ابراهيم ورامي ربيعه اللي هم يقدروا يسدوا مع الجناحين. احنا عندنا الدفاع بطيء. يعني هم بس يحطوا في دماغهم اللي احنا لو كسبنا الماتش دوت هنقابل ريال مدريد. احنا لو هم حطوا في دماغهم النقطه ديت هنعدي، وان شاء الله باذن الله نقدر نعدي يعني، والدفاع يكون ماسك نفسه. وعايزين ناخد طارنا من باتشوكا 2008. الماتش اللي انا عمري ما اقدر انساه في 2008. كان دفاعنا كان حارس مرمى امير عبد الحميد، ودفاعنا شادي محمد واحمد السيد، وكانوا بلاص يعني مع احترامي لاحمد السيد وشادي محمد. بس كان الدفاع شوربه ساعتها. احنا كنا متقدمين في الشوط الاولاني 2-0، الشوط الثاني دخل فينا جونين، لعبنا اشواط اضافيه دخل فينا جونين، تاني الماتش خلص 4-2. بس ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، واللعيبه هتبقى قد المسؤوليه وتقدر توقف الثلاث لعيبه الخاطرين اللي هم في باتشوكا المكسيكي. بس لازم نعمل تغييرات شويه على الكولر، لازم يعمل تغييرات شويه على الفريق. يعني ما ينفعش عمر كمال باك يمين، لازم اكرم توفيق باك يمين عشان يوقف اسامه ادريس، عشان سريع جدا ومهاري جدا. اكرم توفيق هو اللي يقدر عليه. اكرم توفيق طبعا اسد في خط الظهر في الباك رايت. فالعامل الاساسي بقى في المباراه ديت نص الملعب. نص الملعب يعني لو بدأ معانا بمروان عطيه، جنبه مثلا احمد نبيل كوكا، حسب ما هو هيحط التشكيل. بس انا اقول لك على حاجه، احنا المفروض اصلا تبقى عندنا احنا المبادره. ما احنا بص، مع احترامي لباتشوكا وكل حاجه، عمل ماتش عالي جدا في قدام بوتافوجو. كان ماشي المدرب بتاعه ماشي الماتش زي ما هو عايز. بوتافوجو ده فريق فاضي. لا كانوا مرهقين بصراحه. كانوا مرهقين. لا فريق فاضي. لا وخدوا اللي هم عايزينه من الماتش، وجايب 3 اجوان في توقيتات، يعني جايب مثلا في الدقيقه 50، الدقيقه 76، الدقيقه 80. طول الشوط الثاني هم مسيطرين بالهجمات المرتده بتاعتهم. بوتافوجو كان بيروح بس مش هجمات خطيره قوي يعني. لا هو بوتافوجو نزل الماتش اصلا يا محمود، كان نازل واثق اللي هو هيكسب. تصريحات من هنريكي اللي هو رايح يلاعب ريال مدريد. فطبعا هم نزلوا ثقه زياده مع غرور. بوتشيكو نظم الماتش، المدرب بتاعهم ممتاز جدا، المدرب ده عجبني وانا بحترمه في الماتش ده. قدر اللي هو يسيطر على المباراه بدماغه. فربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله. احنا عايزين في حاجه تاني بقى، في حاجه تاني، كولر ما يألفش. لا هو ما ينفعش الماتش ده كولر يألف. مفيش تأليف. دي حقيقه، الماتش ده ما ينفعش يألف. لا مفيش تأليف في الماتش دوت. ده مع احترامي لكولر والبلان بتاعه اللي هو هينزل بيه في الماتش. انت اللعيبه اصلا تنزل تاكل النجيله. انتوا عايزين تكتبوا التاريخ لنفسكم. انتوا لو كسبتوا الماتش دوت هتقابلوا ريال مدريد في كاس الانتر كونتيننتال في نهائي كاس عالم الانديه من 2008. لا فوقوا يا رب الفيديو يوصل لكم. حسين يا شحات، طاهر، وسام، اكرم، مروان، كوكا، امامي عاشور. انا هتك عليك كتير. خط الظهر لازم يبقى مهم جدا ومتماسك. رامي يا ربيعه، ياسر يا ابراهيم، شناوي مش عايزين غلطات. ربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقنا، بس لازم يعني في ضبط نفس. يعني مثلا كولر ما ينزلش مثلا مهاجم او اندفاع وي عشان احنا عندنا ثغرات ناحيه يحيى عطيه الله، وما اعرفش مين بقى هيبدا باكرم توفيق ولا يبدا بمين. وعندنا الاثنين قلب الدفاع بطاء بصراحه يعني، وهم المهاجمين الثلاثه اللي قدام يعني ديوسا وروندون واسامه ادريسي عندهم سرعات.
عندهم التحولات هايله جدا، عندهم بجد سرعات هايله جدا. هم راحوا ب4 هجمات جابوا منهم 3 اجوان، وكانوا قادرين يسيطروا على الماتش بشكل كويس جدا. بس احنا لينا اولويه في الماتش دوت. احنا معانا اللاعب رقم 12، معانا 40,000 متفرج في استاد 974. 40,000 متفرج يبقوا معاكم في الاستاد يا اهلي يا لعيبه. الماتش ده مهم جدا، الماتش ده هتخشوا بيه التاريخ، هفضل اقولها وهفضل اعيد فيها. الماتش ده هتخشوا فيه التاريخ كلعيبه، هتتحسب ليكم انتوا، مش لينا. احنا هنتبسط، احنا هنفرح، انما بالنسبه لكم انتوا اللي هتخشوا التاريخ. لا ان شاء الله باذن الله بعد الماتش باتشوكا ان شاء الله نفرح بعديه، وهنقابل ريال مدريد يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. باذن الله هيبقى يوم الاربعاء الساعه 7 برضو على كاس الانتر كونتيننتال استاد لوسيل ان شاء الله. لوسيل؟ غيروه والله انا بس انا كنت عارف اللي هو في استاد 974. ان شاء الله. المعلومه دي وقعت مني، لا مؤاخذه، انا اسف والله. في استاد لوسيل ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله نقابل ريال مدريد باذن الله. وما نستهترش بباتشوكا، باتشوكا فريق عالي جدا، عالي جدا وتكتيكيا عالي جدا. في معلومه بسيطه صحيح. النهائي اللي انت قلت هيتلعب في استاد لوسيل. عدد جماهيره 80,000 متفرج. 80,000 متفرج، عارفين؟ انا هسألك سؤال بقى يعني. قول لي بس التشكيله مثلا اللي انت تتوقعها او تتمناها يعني انا ممكن طبعا الشناوي في حراسه المرمى. خط الظهر مفيش غير ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. باك ليفت يحيى عطيه الله. باك رايت اكرم توفيق. 3 نص ملعب. مش عمر صح؟ لا اكرم توفيق. عمر لا، عمر ما ينفعش في ماتش زي دوت. اكرم عايز حد اسد في الملعب. هو عمر كويس وممتاز، بس عايز حد اسد في الملعب، عايز اروح، عايز اقتال. فاكرم مقاتل. ده عايز روح يعني. فاكرم مقاتل. في نص الملعب طبعا عندنا ممكن طبعا اكيد مروان عطيه، جنبه احمد نبيل كوكا. وعندي يعني من وجهه نظر انا ممكن العب بثالث في خط النص ورايح امام عاشور، ما ابداش بيه الماتش. طب ما يبداش بقفشه؟ هو ممكن يبدا بقفشه، بس ممكن تحط عمرو السوليه في النص ثالث معاه. عمرو السوليه مع كوكا ومروان عطيه. يبقى عندك الجانب الهجومي يعني هيبقى ضعيف شويه. لا مش ضعيف، معاك قفشه وطاهر وحسين ووسام. انا رايي قفشه عشان هم يبقوا مكتلين ورا. قفشه يقدر يمسك كوره ويلعب وبينيات ويحرك الجنبين والحاجة. يعني يقدر يلاعب الناس اللي موجوده. ايوه، هو الشغل كله يبقى في نص الملعب. تمام. ده احنا لو ما بدرناش الجناحين بس. احنا لو ما بدرناش في اول ربع ساعه كده من الماتش، زي ما بنعمل، زي ما عملنا مع العين، زي ما عملنا في كاس العالم انديه السنه اللي فاتت. قدرنا برضو اللي احنا في اول 10 دقائق او 5 دقائق اللي احنا بننزل مبادره هجوميه بتخلي الفريق اللي قصادك يقلق منك. بس اهم حاجه لو بدرت وجبت اهداف لازم تبقى متماسك لنهايه الماتش. هو الجمهور كمان هيديك الدافع اصلا، اللي هو ما ينفعش اصلا تريح ولا ثانيه في الملعب، مش هتريح ثانيه في الملعب. واللعيبه عندها روح اللي هي توصل لنهائي الانتر كونتيننتال. هنقابل ريال مدريد يا جماعه يا لعيبه، هنقابل ريال مدريد. حطوا ده في دماغكم ان شاء الله باذن الله. يعني احنا يا رب نتمنى ان شاء الله باذن الله نقابل ريال وناخد بطوله كمان. ده حلمنا بالنسبه لجماهير الاهلي واللعيبه والمدرب والمجلس الاداره علي طموحك، ما عنديش مشكله ان انت تعلي طموحك، ما فيش مشكله خالص. تمام. ونحلم، وليه ما نحلمش؟ ايه المشكله لما ناخد البطوله كمان؟ بس هتعمل تاريخ لاسمك وناديك وجمهورك، ويعني هتصنع التاريخ، هتصنع انت الحدث، وهتبقى حديث الناس كلها، وتعلي اسمك. ده في الاول وفي الاخر برضه هتعلي اسمك. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونتقابل ان شاء الله باذن الله مع ريال مدريد يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله على استاد لوسيل. باذن الله هنقابل ريال مدريد. 80,000 متفرج يحضروا الماتش ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشتركوا في القناه.